أسوأ وأوسخ ضرب ممكن تاكله يا صديقي بحياتك هو وقت ما تكون انت صار لك 40 سنة عايش على جزيرة نسوان لحالك، مسبع القارات، مشيب البشرية، ويجي يوم تقول خلص بكفي نطنطة هالقد، خليني نشوف بنت الناس، بنت الحلال المحترم الحلوة المرتبة، ارتبط فيها، حبها وتحبني وكون وفي لإلها، وكمل الحياة أنا وياها، سندها وتساندني، وشو الله بيقدم إن شاء الله يقدم اللي فيه الخير. وإذ حضرتك أنت لسوء حظك بتوقع يا معلم، بيوقع نظرك على هذه المرة اللي الله بورطك فيها، يعني هذه المرة اللي هي شكلها شكل أنجلينا جولي أو هيفا وهبي، بس هي عندها مخالب أسد. انتبه يا صديقي. وجنس حواء بس يكون عندها مخالب أسد، أثبتت الدراسات يعني بيكون عندها على الأرجح رأس حمار. سوري على التعبير، طبعا مش الكل، بس انه صايره موضه، الاغلبيه الساحقه هلا صايرين جنس حوا هلا بيحبوا يكونوا عندهم نرجسيه ومستبدين وقوايا. فبتفوت هذه بتكون من هي وصغيره عند اهلها، هي حابه تعمل مديره مدرسه او ناظره، بس ما بعرف ليش راحت درست غير اختصاص محاسبه او تمريض، يعني ما بعرف شو صار معها. بتضل حازه بقلبها، عندها مشاكل بدها تفرغها، عندها طاقة سلبية بدها تطلعها لبرا، لأنه هي ما عملت مديرة، وإلا جاية حضرتك أنت تحبها وترتبط فيها، بتشوفك دغري هي التلميذ المطيع. هي شو بعرفها أنه تاريخك حافل، وأنك أنت واحد قوي وقبضاي ومقطع وموصل ومارق على راسك كتير نسوان، هي فكرتك أهبل. فبتجي بتعمل تكركب لك حياتك، بتصير تعيط عليك وتصرخ عليك، كل شوي تدق لك، كل شوي تلفن لك، وليش تاخرت وشو عم تعمل وشو عم تساوي، وبتصير بدها تركعك على الحيط وتحط لك تحت اجراك بحث، وبتصير تقول لهم لرفقاتك يلا زقفوا باجرايكم، ومش ناقص الا تفوتك على غرفه الجردين يعني. ايه بدي اقول لك، بتكون انت ورفقاتك، بدي اقول لك قلت لك احكيني فيديو كول، بدي اشوف انت يومين ظاهر، بتحطمك بتكسرك بتعملك ولد صوص قدام رفقاتك، بكون انت صار لك 10 سنين عم تفتش على المرة اللي تحبك وتساندك وتحتويك، واذ بتلاقي حالك خاطب انت او متجوز فرع مخابرات، المحقق كونان انت متجوز، بتصير هي لما تدق انت تبطل تشوف اسمها على التليفون، بتصير تخاف ترجف، بتصير تحس انه في وحش عم يتصل فيك بده ياكلك. حقيقة هيك سائد بمجتمعاتنا العربية فكرة شائعة، يعني انه والله الرجل ضحك على شاب، ضحك على بنت. هذه شائعة فيها مغالطة كبيرة يعني. الجنس حوا جنس ذكي وقوي وماكر، اذا كان ماكر مشكلة كبيرة. حوا بكبسة زر بتنزع لك حياتك، بتخرب لك صحتك، تقشطك مصرياتك، بتخسرك شغلك، تخرب لك كل حياتك واسمك وتاريخك. حوا بتدمرك، بتعملك تحت الارض، بدك تنتبه منها يا صديقي. هذا درس توعية للشباب. ايه بدك تاخذوا حذركم، طبعا مش الكل، الاغلبيه صاير في نسبه كبيره لا يستهان بها يعني من جنس حوا هيك للاسف، بدها تلبس التنوره والبنطلون مع بعض. لا يا عمري لا، لا مش كل الرجال بس تعملي له ملوخيه او كبه نيه مع شويه فجل حدا بصير اهبل وطرطور، بصير خاتم باصبعك. ابدا. هو سكت لك لانه بحبك، سكت لك لانه شايف انه انت ممكن تجلسي تصيري شخص طبيعي مع الايام، حابب يساعدك ويساندك. هو سكت لك لانه عنده منك ولدين ما بده يشردهم، بده يخليكم عائله، ولا هو بيقدر يزت لك 40 ألف دولار على اجره هلا مهرك، وفلي الله معك، روحي دبري راسك، شوفي كيف بدك تظبطي امورك وتظبطي حياتك. فيش اشطر منهم هالنوع من النسوان بالمواويل، اشطر من ملحم زين وعاصي الحلاني. تفقعك كل موال، في منهم دارسين طرب عراق، انتبه ها، هذا بتفقعك موال حزين، بتجيبك ارض محبط مكسور بالزاويه، قاعد على العتمه، ما بعش يلبق لك الا اغاني هاكر اغاني هاني شاكر، يعني بدك تنتبه يا صديقي. لا وفي منهم هودي هذا النوع من النسوان لا لك صفاته يعني بالضبط، مشان تنتبه وتاخد حذرك. هذا النوع من النسوان بالصيفية ببلش يبعد عنك ويكرهك، بصير تتصل فيها انت مش فاضي هي، او طالع خلقة، او هي على البحر مع ست رفقة جايبتهم بس ليحملوا لها نبرش الأرجيلة، مضيتها من بحر لبحر، مسبح لمسبح، ومطعم لمطعم، وعلى صور وعلى سيلفي وعلى حدايق وعلى عم تصيد يا صديقي، هي عم تصيد. هلا موسم صيد عندها، هي بدها تصيد لشي مغترب تقشطه شوية دولار ويجيب لها سيارة. كيف نحن صيد المطوق والحجل والفري، هن عندهم موسم صيد.
بس يجي الخريف بتصير هي تهدى شوي شوي وتروق. منلاحظ من البروفايل تاعها او بوستاتها يعني او الستوري عندها بتصير حنونة ودافية، لانه خلص ما بدها تروح بعدها، هلا بدها تنضب على البيت، بتصير تحبك، بتصير هي بدها تنتبه لحبها، لخطيبها، لجوزها، لعائلتها. وهكذا دواليب يا معلم. بيجي الربيع ببلش تبعد نتفية، بيجي الصيف يلا يعطيك العافية بترجع داشرة. احذروا، انتبهوا منه ناودي يا عمي، انتبهوا. ويري